صباح الخير عليكم يا بنات، معاكم ياسمين علي من قناة حكاية الياسمين. النهاردة هنعمل التصميم الشقي من الحلق ده. هنستخدم فيه فيروز، وانا طبعا بحب الفيروز جدا جدا جدا. تمام. الوان هنستخدم اللون اللبني، وهنستخدم اللون الاصفر واللون البينك، وهنستخدم المعدن ده اللي مطلع لنا لسانه ده، وهنستخدم الحلقات المعدن والمسامير اللي من النوع ده اللي هو بتاع الحلقة. هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي نجيب المسمار، نبدأ مثلا باللون اللبني ونحط في النص كده البينك، بعد كده الاصفر. تمام. مسمار مش هنشيل منه زي المرة اللي فاتت، يعني ممكن ايه نبتدي نلفه بالطريقة دي كده. الطريقة شكلها شيك اوي برضه. تمام. يبقى من المنظر ده كده معايا. وهنبتدي نجيب الحلقة المعدن كده، نجيب الهوك بتاع الحلقة، بعد كده نبدأ ايه نقفل الحلقة معانا. تمام. نيجي بقى من الناحية التانية من المسمار، نبتدي نجيب برضه حلقة معدن، ونحط بقى فيه ايه قطع المعدن دي. كده نكون عملنا ايه اول قطعة. نعمل القطعة التانية مع بعض. نبتدي نجيب المسمار برضو، نحط اللون اللبني، بعد كده البينك والاصفر، نلف المسمار كده زي ما عملنا المرة اللي فاتت. والله شكله اشيك من ايه من ان احنا نعمله زي المرة اللي فاتت، يعني بدل ما نقعد نقص منه، لا كده اشيك. تمام. نبتدي نجيب الحلقة كده، نحط بتاعها ونبدأ نقفلها. الناحية التانية ايه ده، انا قفلت الحلقة من غير ما احط الله عليا الله. احط القطعة المعدن، نقفل كده، وبكده يا بنات يبقى عملنا الايه الجزء التاني من الحلقة اللي معانا. شكله شيك جدا على فكرة، وينفع للبنوتات الصغيرة، وينفع لينا برضو احنا كستات. شكله شيك جدا. اشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية في تصاميم تانية من الحلقان والسلاسل. وما تنسوش يا بنات طبعا تعملوا اللايك والشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كانت معكم ياسمين علي من قناة حكاية الياسمين.